يا تيتا الحقيني، شعري بيوجعني وعماله اهرش وحاسه في حاجه بتمشي فيه. استني بس. يا نهار ابيض، ده قام يا بنتي. تعالي يا حبيبتي، انا هقضيلك عليه من اول مره. بس قبل ما اقول الحل، صلوا على النبي في الكومنتات واعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان الفيديو ده يوصل لكل بنت محتاجه الحل. اسمعوا كويس، الامل مش معناه انك مش نظيفه، ده بينتقل بسهوله من البنات لبعض في المدرسه، من الطرح او المشط او النوم على نفس المخده. أول حاجة هنجيب زيت زيتون وزيت شجرة الشاي ودواء اسمه أفريزين، هتلاقيه في الصيدلية، وهتحطي من كل حاجة معلقة صغيرة وهتخلطيهم مع بعض وهنحطه على فروة الرأس. الخلطة دي هتخلي الأمل يختنق، هنحطه ساعتين بس علشان فروة الشعر متلتبش، وبعدين نغسله كويس. يعني كده خلاص؟ لا، لسه أهم خطوة جاية. لازم شط القمل الضيق جدا نمشط بيه الشعر ويكون الشعر مبلول جزء جزء، ونطلع البيض الصيبان. دي بتاخد وقت كتير يا تيتا. بس دي اللي بتمنع رجوعه تاني. لو ما عملتيش الخطوه دي الامل هيرجع. اغسل الملايات والهدوم بميه سخنه، نظف الفرش والمشط، ما استخدميش ادوات حد تاني، انا كنت بستخدم مشط صاحبتي. وده سبب كبير جدا. بعد اسبوع لازم نكرر العلاج عشان نقتل اي بيض فأس. يعني مش مره وخلاص؟ لا، المتابعه هي السر.